مفيش دوري ناجح ابدا ممكن يحصل فيه كده. كابتن اكرامي كنا بنتكلم على جزئيه ان الاهلي مش طرف، محله هو كان ملعبه، ولجهات امنيه بس طلبت ان التغيير. الجزئيه اللي انا عايز اركز عليها اللي قالها الحاج عامر، ان مباراه وادي دجله والاهلي اتنقلت الساعه 1 الظهر. قال بلغ النادي الاهلي 1 الظهر بان المباراه منقوله من الدفاع الجوي لبتروسبورت. النادي الاهلي ما اعترضش وقال لك لازم تبلغني قبلها ب 48 ساعه والكلام ده، وراح ولعب المباراه. انا ما اعرفش ايه حكايه ايه قصه ان 48 ساعه ومش 48 ساعه. انت المسؤول عن تنظيم المباراه وانت اللي تحققها مش انا كنادي اهلي. انما النادي الاهلي ما يبقاش بقى سوري مش عايز اقول كلمه يعني لا النادي الاهلي مش صغير عشان يحصل فيه الكلام ده. صحيح. يعني انا شايف بقى لا لازم النادي الاهلي يبقى فيه موقف كويس مع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عمال يمطح في النادي الاهلي من هنا لهنا، ما ينفعش. يعني لا لازم يكون في موقف صريح بصراحه. وانا بقول لك اهو لو فرقه المحله ما راحتش بكره النادي الاهلي مش هيوافق على اي حاجه خالص. وانا نفسي بس ايه يعني بعد المباراه الحاج عامر هنجيبه تاني كابتن يقول لي بقى لو المحله ما راحتش المباراه بتاعت اسكندريه ديت الموقف هيكون ايه. هنجيبه تاني كابتن هشام.